الحقيقة احنا في كارثة كبيرة، والمصيبة الأكبر إن في ناس كتير ما يعرفوش عنها أي حاجة. يلا بينا نبدأ؟ طب يلا بينا. أحد عنده تفسير لهذه الظاهرة؟ شوفوا يا أخوان، الكلب هذا قاعد يلف حول نفسه ولا هو راضي يبعد. حتى أنا أطابق له يعني يقولي ما هو راضي يبعد. إيش ظاهرة مرعبة بدأت تنتشر في خلال الفترة اللي فاتت، والظاهرة دي كانت عبارة إن الحيوانات بتدور في دوائر مستمرة. نزلت مواقع عالمية فيديوهات بظهور الظاهرة دي بين كتير قوي من قطيع الحيوانات وأسراب الطيور، والكلام ده ما كانش في دولة بعينها، ده كان في عدة دول. في بعض من الناس رصد قطيع من الأغنام بجنوب الأردن، وكان القطيع ده بيدور حوالين نفسه. الحادثة اللي كانت شبيهة قوي باللي شهدته الصين دي بيطلع منها كوارث. قطيع الأغنام ده فضل يدور حوالين نفسه من غير ما يقف، وتقريبا الدوران ده كان لحوالي أسبوعين. كان قبله كام سراب من البط. اتعددت التفسيرات للظاهرة الغريبة دي، الظاهرة اللي حيرت كتير قوي من المتخصصين. وقالت بعض التقارير إن الظاهرة دي نتيجة لمرض بكتيري، والمرض ده اسمه داء الاسترياء، والمعروف برضو إن هو مرض الدوران. لكن فيما بعد استبعد أستاذ طب إنتاج الماشية والأغنام في أحد الجامعات الأسترالية يكون السبب وراء الظاهرة دي هو مرض الدوران، إنه أكد إن الظاهرة دي بتصيب من 1 ل 10% بس من القطيع. وفي ناس تانية فسرت ان الظاهرة دي نتيجة لان الحيوانات حاسة ان في حاجة هتحصل زي زلازل او براكين. في ناس تانية رجحت ان دي من علامات الساعة وان يوم القيامة قرب. وقال الدكتور علي الازهري الأستاذ بجامعة الأزهر إن ظاهرة دوران الأغنام حول نفسها في شكل دوائر مغلقة هو أمر غريب وظاهرة عجيبة. لما اتسأل هل الارتباط بعلامات يوم القيامة، ده كان جوابه. هم اطلعوا على الاحاديث النبويه اللي تناولت علامات الساعه الصغرى والكبرى، ولكن ما لقوش فيها حاجه عن ظاهره سير الحيوانات بشكل دائري. اضاف وقال ان رغم اللي احنا فيه ده كله، احنا لسه في علامات الساعه الصغرى، ان في كتير قوي من العلامات لسه ما اتحققتش، زي تكليم السباع والجماد للانسان وانتفاخ الاهله وعوده جزيره العرب جنات وانهار وغيره. اشار ان حلقه الوصل ما بين علامات القيامه الصغرى والكبرى هو ظهور المهدي. وعلى كلامه ان الناس اللي بتقول ان الظاهره دي من علامات يوم القيامه هم ناس بيتكلموا من غير علم. واكد الاستاذ بجامعه الازهر ان تفسير الامر ده مش هيخرج بره ان كون القطيع بيسير خلف الكبير بتاعهم، او ان صاحب القطيع حبسهم او ضربهم او ايا يكن، عشان كده بداوا يمشوا في خطوط دائريه. قال برضو ان ممكن يكون ده مرض اصابهم زي ما قال الاطباء البيطريين، لكن الحقيقه الكامله فين؟ هل الساعه قربت؟ في مصيبه هتحصل؟ الله اعلم. بس كده دي تكون نهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمني بلايك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.